محمد مبديع، الوزير السابق اللي اعتقلته الفرقة الوطنية مؤخرا بسبب ملفات لها علاقة بالفساد. نشرت بعض الصفحات وبعض المواقع الإلكترونية أخبار كتقول فيها باللي محمد مبديع كيتمتع بحبس من فئة 5 نجوم. إدارة السجون خرجت واحد البلاغ توضيحي كتقول بأن محمد مبدع كيتواجد بحالية أيها السجناء بالسجن المحلي عين السبع بمعاملة، وأنه يتمتع بمعاملة عادية جدا وليست تفضيلية. إدارة المؤسسة السجنية في هذا البلاغ التوضيحي قالت أن ما تم نشره بخصوص تمتيع السجين محمد مبدع بمعاملة تفضيلية لا أساس له من الصحة، وأن وضعه بمصحة المؤسسة جاء عقب عرضه على الطبيب للتأكد من وضعه الصحي، حيث صرح السجين بأنه يعاني من عدة أمراض بعض منها مزمن، وأنه سبق له الخضوع لعملية جراحية ليتقرر وضعه بمصحة المؤسسة من أجل التتبع والمراقبة الطبية. نفس المؤسسة قالت أن الإدارة المعنية تضحض كل الادعاءات المنشورة بخصوص التواصل ديال السجين محمد مبدع والسجين آخر اللي تعتقل بنفس المؤسسة، حيث أن كلاهما يقيمان في حي بعيد عن الآخر. نفس المؤسسة السجنية قالت أن شائعة الزويداد الأخير للسجين بهدف نقال هي من وحي خيال مروجيها، علما أن المعني يتصل بأسرته عبر هاتف المؤسسة، كما أنه استقبل زيارة عائلية بالقاعة المخصصة لذلك شأنه شأن باقي السجناء. وقالت إدارة السجن أنها تنبه المواقع التي روجت لمثل هذه الأخبار الكاذبة إلى عدم التمادي في ترويج مثل هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة. بذلك فمحمد مبديع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه من صالح البرلماني اللي تشد مؤخرا كيتعاملوا معاه كجميع السجناء، اللي من المرتقب أنه يتعرض على القضاء في خلال الأيام القليلة المقبلة. والغريب حسب بعض المصادر والصحف التي نشرت الخبر على أن مبدع لقاو عنده رشاوى كبيرة وضخمة توصل بها من طرف مكاتب دراسات، وهذا الشيء كامل في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية باش تقول العدالة كلمتها في هذا الملف اللي أثار الجدل الكبير في المغرب وانتقل إلى عموم الدول العربية كضمن الوزراء الذين تورطوا في ملفات شبهات فساد وتم التحقيق وتوقيفهم عفوا.